شغلتين من بعد اللي صاروا امبارح. اول شيء ايران ما تخلت عن الحزب، هيدا الشيء صار واضح. وتاني شغلة ترامب ما عادش بده حرب، هيدا شيء صار اوضح. هلا عم نعمل سبون فيدينج، وقف اطلاق نار شامل، مفروض يكون شامل لبنان، كل لبنان including جنوب لبنان. هيدا الشيء عم تتفاوض عليه ايران مع امريكا. الانسحاب من الجنوب هيدا عم بيتفاوض عليه لبنان مع اسرائيل. يعني ما بعرف قديش هيدا الشيء منيح، لانه حسب performance المفاوضات سوفار انا حاسس انه راح بيصير في وقف اطلاق نار بلبنان وبجنوب لبنان، بس شكلها اسرائيل راح بتيطئ عنا. الانسحاب انسى، هلا الانسحاب مربوط بقصة السلاح. طالما الدولة عم تتفاوض على قصة الانسحاب يعني سي با بوسيبل. بصير بوسيبل لما يصير في خيار من الاثنين. اول خيار انه الدولة تلاقي حل للسلاح مع الحزب، بعدين بتروح بتتفاوض مع اسرائيل لانه هلا ما عندها شيء. ثاني خيار انه حدا كبير يفوت على الخط بمفاوضات السلاح، ساعتها كمان معقول يمشي الحال، مثل ما بعرف امريكا، ايران او الصين. دخلكم ils sont où les chinois. انا كل ما اكون مضيع شيء بتذكر ils sont où les chinois. هلا ممكن يكون في خيارات ثالثه ورابعه وخامسه، لكن كل الخيارات لحد هلا عم تطلع مخلل. ما في مونع على الخيارات هلا ابدا. ممكن رب البندوره بركه مخلوطه مع حوارات تلفزيونيه هيك بتصير عم تغلي على نار هاديه. وبمونريال واوتاوا وتورونتو نيكست ويك مش رح نعمل رب البندوره، نو رح نعمل شيء تاني على الرايق، واللينك بالبايو. ويلا اوكي يلا باي.